مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات الماس. سأقدم لكم اليوم جلاساج مروار ملون وبنكهة الفستق جد لذيذ نزين به الكيكات. سوف نحتاج للمقادير التالية: 200 جرام من السكر، 180 مليلتر من الماء، وأيضا قليل جدا من السكر الفاني، 140 مليلتر كريمة، وأيضا 150 جرام من الشوكولات الأبيض، وأيضا 4 أوراق من الجيلاتين. سأستخدم أيضا هنا ملعقتين من الجلوكوز. أولا نقوم هنا بنقع أوراق الجيلاتين في الماء البارد. بعد ذلك نقوم بتذويب السكر في الماء ونتركه يغلي من 5 إلى 8 دقائق. وفي نفس الوقت نقوم بتقطيع الشوكولا إلى قطع صغيرة، ثم نضيف ملعقتين. هنا سأخذ ملعقتين من الجلوكوز، سأضيفها إلى السيرو أو الشراب. نحرك جيدا حتى يذوب. بعد ذلك نضيف الجيلاتين، نعصر جيدا أوراق الجيلاتين من الماء ثم نضيفها. بعد ذلك نقوم بتسخين الكريمة على النار ونضيف إليها الشوكولا حتى تذوب. نستمر بالتحريك حتى تذوب الشوكولا. ثم ننتقل هنا لإضافة خليط الكريمة والشوكولا على خليط السيرو والجلوكوز والجيلاتين. أيضا نستمر في التحريك. نأخذ الملون الغذائي الأخضر المنكه بنكهة الفستق، نضيفها على الخليط ثم نقوم بالتحريك جيدا. سأقوم بتصفية الخليط لتفادي أي كتل. نقوم بتبريده، وقبل استعماله يجب تسخينه إلى أن يصل لدرجة 25 إلى 28 درجة، ونستعمله مباشرة على الكيكة المجمدة. إذن هذا هو الجلاساج ميغوار جاهز. أتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتتركوا لي تعليقاتكم، ودمتم في رعاية الله.